دلوقتي بقى الساعة 8 الصبح ورايحين على البيتش نقضي يوم جميل في الفندق. فيلا مع بعض كده من بداية الطريق. احنا دلوقتي رايحين على الفندق نقضي يوم من أجمل أيام الرحلة، طبعا يوم العوم والبلبطة والمية. فيلا بينا. دلوقتي احنا دخلنا الفندق، ابني بيحجز هنا عشان احنا طبعا مش من نزلاء الفندق، فبنخش بفلوس. هنا الفرد ب 250 جنيه من 8 الصبح لحد الساعة 6 بعد العصر. شوفوا قد ايه الجمال، يعني المكان ممتع وهادي وشواطئ خاصة. يعني دي شواطئ خاصة بتاعت فنادق، فهتلاقوها هادية الصبح كده في منتهى الجمال والنظافة، وكفاية المنظر بس، يعني كفاية انك تقعدي وتتفرجي على الجمال ده. اعملوا لايك واشتراك. آسر هنا طبعا في قمة سعادته، مبسوط جدا باليوم وبالمتعة، وصاحب أطفال أجانب على البيتش، وكان بجد هو اليوم من أوله كان جميل. بس بصراحة ختم، يعني أنا زعلت جدا لأن آسر فضل يلعب بالتليفون وفصل في نص اليوم، ما عرفتش أكمل يعني تصوير. فالمهم اللي اتصور كله جميل، وإن شاء الله نستمتع باليوم كله مع بعض إن شاء الله. والله شوفوا الجو قد ايه الصبحيه جميل وهادي، والجو رائع فظيع مش طبيعي. ما شاء الله على الجمال، يعني الواحد بصراحه ما كانش عايز اليوم يخلص. شوفوا الجمال بقى، واليخوت اللي واقفه دي بتطلع رحلات بحر في الجزر جوه. احنا عملنا رحله زي دي وانا صورتها، رحله خطيره رهيبه، انا مصوراها وهتنزل لكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه دي. شوفوا الجمال بقى واستمتعوا بصراحه، وصوت الميه ومفيش كده ان شاء الله. عايز يجري ناحية ما تخافش يا اوسه. ما تخافش. هو بصراحة هنا من حقه يخاف، يعني أول ما دخلنا أخوه خده ودخل بيه على الغريق على طول، يعني هو من حقه يخاف. أنا هوس من المية. بعد كده لما خد على المية بقناش عارفين نخرجه من جوه والله. الأجانب هتنزل دلوقتي وهو اتصاحب عليهم كلهم، وفضل قاعد بقى على الشезлونج يلعب بالتليفون لحد ما خلاه فصل شحن خالص. عشان كده كان في جمال ومتعة أكتر من كده مليون مرة، كان نفسي أصورها بس ما عرفتش للأسف. الحمد لله، بس اليوم كان جميل قوي. الشمس مش مخلياني شايفة حاجة أبدا، بصور وخلاص. الله على صوت المية. أجمل حاجة في الموضوع هو المناظر الطبيعية الحلوة دي مع صوت المية اللي يسطل. صوت المية يجنن. على ما جت بقى الساعة 10 كده كان بدأ نزلاء الفندق يظهروا ويبدأوا ينزلوا المية. صحيح جمال البيتش ده إن هو خاص وتلاقوا فيه يعني الناس الخفيفة اللي على الشط، مش ناس كتير وزحمة والكلام ده كله، لأ، في منتهى الجمال والنظافة. صوت المية مريح للأعصاب. يا سلام، انت كده بتعوم يعني؟ انت كده بتعوم يا ياسر؟
انت جاي تعوم على الشط يا ياسر؟ انت جاي تعوم على الشط؟ بعد الشر عليه يا ياسر. بصوا هنا في التصوير الشمس ما كنتش شايفه حاجه خالص، الكاميرا نازله مش شايفه انا بعمل ايه اصلا، فكويس قوي ان انا صورت كده ويعتبر كده على عمياني كده. يا سلام. الله، منظر المراكب والميه بتلمع كده الصبح فظيع. بص الميه عامله زي اللؤلؤ. راكب على مدد الشمس. ابنك عمال يشربني ميه. طب معلش، ما هو انت مش عايز تعوم يا ياسر. الميه بتضوي في الشمس زي اللؤلؤ، خش ما تخافش. كأنها حبات لؤلؤ. سبحان الله. انا كده بقى هستأذنكم وانزل الميه ونرجع نصور مع بعض تاني. بصوا هنا بقى كانت بدأوا الناس بدأت تظهر. هنا مفيش مصريين خالص، احنا المصريين الوحيدين اللي كنا على الشط. كل اللي في النزلاء كلهم اجانب اهو، خفاف كده جوه معانا. شوفوا الجمال وشوفوا الطبيعه. يلا هنرجع لبعض تاني بعد ما ساعه كده. خش جوه. انا اسف. انا اسف. خش جوه خش جوه. يا عم مش هنوصل. طب اهو انا صورت لوحدي. تعال واحنا عشان من غير ابوك ما نظهر. تعالى كده يا عشان انزله في الفيديو. بطل يا احمد، هتغرق يا احمد. اني يا احمد هتغرق يا احمد. اني بطل الهزار ده يا احمد هتغرق. اني استنى اعملوا اشتراك ولايك. سلام. بصوا هنا ابني بيصور ومش مش شايف حاجه من الشمس، عشان كده لا اسر ظاهر ولا البحر ولا الشط ولا الفندق، يعني التصوير غلط خالص، فبنصور وخلاص. يا احمد هتغرق يا احمد. اني بضحك عليكي، بعمل نفسي كعبلت نفسي يعني. هنا بقى الموبايل كان هيفصل، وكان اللي جاي كله احلى، بس الحمد لله نصيب وهتتعوض ان شاء الله. يلا يا ياسر خد الموبايل ده خرجه بره. يا لهوي لا انت خرجها. هيقع بيه. هنا بقى خلصنا يومنا ورجعنا. مش عايزه اقول لكم يعني قد ايه مبسوطين، مع انها الكمين واليوم والعوم وكده، بس كان من اجمل بقى هو يوم البيتش هو يوم المصيف. تحس فعلا ان انت في مصيف. ان شاء الله الجاي كله جميل، الفيديوهات اللي جايه كلها حلوه قوي هتعجبكم جدا. انتظرونا اللي جاي ان شاء الله. كل سنه وانتم بألف خير.